في نوعية من الناس مهما حاولت تشرح لهم تقنعهم أو حتى توصل لهم بأي طريقة تحس إنك تتكلم قدام. والأسوأ من هذا الكلام إنه يحاولون يستفزونك أو يأخذونك أنت لمستواهم عشان تتجادل معهم نفس الطريقة. لكن الحقيقة الجاهل مو مشكلتك، مشكلتك طريقتك في التعامل معه هي اللي تحدد مستواك فعليا. والجهل قصدنا بهذا الفيديو مو الشخص اللي ما تعلم أو ما دخل مدارس، قصدنا فيه الناس المنغلقين فكريا ما يحاولون يفهمون اللي حواليهم. كيف تتعامل مع هذا الجاهل من غير ما تخسر كرامتك ووقتك ونفسك ولا حتى أعصابك؟ لازم تعرف متى تتكلم ومتى تسكت، ومتى رحت تنسحب هتكون أنت الكسبان من هذه المعركة. الرقي ما هو ضعف، هو أعلى درجات القوة. لا تنزل لمستوى الجاهل. الجاهل يقدر دائما ترد عليه بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب، بنفس التوتر. لكن انتبه للحظة، ليش تدخل معاه في دوامة نقاش عقيم؟ أنت المفروض تكون أذكى منه، يكون ذلك في رأي موزون، في احترام، بس حدود واضحة. بس اسأل نفسك شيء، هل هذا الشخص فعلا جاهل ولا هو مختلف عني؟ إذا كان هذا الشخص جاهل معناته ما عنده أدوات الحوار وما يحترم وجهة نظر. بس إذا كان مختلف حاوره وافهم منه، يمكن تطلع منه بوجهة نظر مختلفة أو تفهم منه شيء يفيدك. الرد الذكي ما يعني أنك تكون ساكت طول الوقت. في أوقات تحتاج تقول كلمتك بس من غير ما تسيء لكن يوجع الجاهل. بمعنى أنا فاهم وجهة نظرك بس واضح أنه في فرق كبير بين طريقتنا في التفكير. أنت ختمت الحوار وأعطيت رسالة واضحة أنه ما راح أتنازل عن مستواي. لكن في بعض المواقف التجاهل هو الأنسب، مو لأنك ضعيف بس لأنك أقوى منك تضيع طاقتك على شخص ما يستحقها. وفعلا في ناس ما يستحقون حتى دقيقة من وقتك. في النهاية الجاهل دائما موجود، بس طريقتك في التعامل هي اللي ترفعك أو تنزلك. كن راقي وذكي وخلي دائما هدفك أن تطلع من أي موقف وانت كسبان احترامك. وتعليقاتكم تحت اعطوني كيف تتعاملون مع هذا الشخص، خصوصا الإنسان اللي يستفزك. واشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.